بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعرف مع بعض ازاي ممكن اعمل اعدادات الاستورج اريا مره واحده في الحياه. مش كل عميل هيجي لي هقعد اظبط الانوتيشن واللي ليميت والجداول الرول تيبل، لا انا عايز اعمل الحكايه دي مره واحده بحيث ان اي ستورج اريا لما انشئها لاي عميل جديد تنزل اوريدي بالاعدادات بتاعتها. هنشوف مع بعض ازاي اعمل اعدادات الستورج اريا دي مره واحده في العمر. مش كل عميل هيجي لي هقعد اعمل ستورج اريا جديده واظبط الاعدادات بتاعتها، ويمكن دي ما حدش برضو تطرق اليها قبل كده من اخواتي الافاضل واساتذتي وزمايلي. فانا هقول لكم عليها ان انا عملت الرول تيبل بتاعتي او عملت الستورج اريا وسميتها جيربر توجذر، وعملت فيها كل الرول تيبل وفيها كل الاعدادات. اوكي، هاجي هنا من فايل هقول له اوبشنز وهروح على كونفيجريشن اول واحده. طبعا دي انا عملتها في اعدادات وانا شرحها لكم في طريقه تسطيب الجربر، موجوده برومبت اللي هو يسالني لو في اي حاجه هنا هقول له سيت نيو ديفولت. تمام، سيت نيو ديفولت هي دي اللي انا عايزها. هاجي هنا ادوس على دي كده واقول له انا عايز نموذج معين في الستورج اريا، ده اللي هشتغل عليه. كل ستورج اريا هنشئها جديد تبقى على نفس النموذج ده. تمام، هقول له روح للسي واختار من السي جيربر توجذر اهو، وهقول له سيت نيو ديفولت. هدوس عليها كده يقول لي سيت ديفولت سيتنج، اقول له كومبليت اوكي تمام، واقول له هنا اوكي. اي ستورج اريا جديده حضرتك هتعملها هتنزل بنفس الاعدادات بنفس الرول تيبل. تعالوا نشوف مع بعض. هاجي هنا ادي السي بتاعتي، هعمل ستورج اريا جديده هسميها جيربر توجذر 2 مثلا اهو، جيربر وهقول له اوكي. تمام، بقى عندي جيربر توجذر. طبعا هي مش باينه هنا، هاجي عند دي كده واسحب دي كده اهي عشان تبان في جيربر توجذر وجيربر توجذر 2. اول ما تضغط عليها هتلاقيها مفتوحه بكل الاعدادات اهي اهو، كل الاعدادات. طيب هنعمل واحده ثالثه نسميها زارا مثلا، نيو، نقول له زارا واقول له اوكي. هبص على زارا دي الاقيها نزلت بكل الاعدادات اهي، بالنوتيشن بالليميت بجدول النوتشات بالرول تيبلز بكل حاجه. تمام كده، بالتوفيق لكم جميعا، ويا رب اكون قدرت افيدكم واقدم لكم حاجه جديده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.